السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو سلطة إيقاف العمل. سلطة إيقاف العمل حق لكل عامل ومسؤول في الموقع إن يوقف أي شغل فورا لو شاف خطر بيهدد سلامة العاملين أو المعدات. وده مش مجرد إجراء لكنه ثقافة وأساس لأي نظام سلام. أنا أحمد شعبان ودي قناة الخاصة بيا سيفتي ستيب. طيب يعني إيه سلطة إيقاف العمل؟ سلطة إيقاف العمل هي الحق اللي بتديه معايير الايزو 45001 أو الأوشا أو النيبوش للعاملين إن هم يتدخلوا ويوقفوا أي نشاط لو لاحظوا خطر ممكن يسبب حادثة، زي لو شفت عامل شغال على ارتفاع بدون حزام أمان أو لو في معدات معطلة بنستخدم في الشغل. في الحالتين لازم توقف العمل فورا لحد ما يتم تصحيح الوضع. أهمية سلطة إيقاف العمل: حماية الأرواح، بتمنع الحوادث اللي ممكن تؤدي لإصابات أو وفيات، بتعزز الثقة. العامل لما بيحس إن ليه دور حقيقي في حماية زملائه بيبقى عنده ثقة. ضمان الامتثال للقوانين، بنساعد أصحاب العمل يلتزموا بالمعايير الدولية وبنعزز الإنتاجية طويلة المدى. الوقاية من الحوادث بتحافظ على سير العمل بشكل مستقر وآمن. إزاي تعرف إنك محتاج توقف العمل؟ بنركز على 3 محاور. الناس، أول حاجة الناس، لو العاملين بيستخدموا معدات سلامة، هل الكل متدرب على الشغل اللي بيعملوه؟ تاني حاجة المعدات، هل المعدات في الحالة دي كويسة؟ هل في حاجة مقصورة فيها أو في خطر مباشر زي أسلاك مكشوفة أو معدات غير مؤمنة؟ تالت حاجة البيئة، هل المكان ده آمن في أي مخاطر زي تسريب مواد كيميائية أو أرضية؟ وبنشوف الظروف الجوية مناسبة للعمل ولا لأ. خطوات تطبيق سلطة إيقاف العمل: الخطوة الأولى observe، اللي هو إحنا بنلاحظ الخطر، بنراقب الموقع ونلاحظ أي شيء ممكن يكون خطر زي سقالة غير مؤمنة أو عامل بدون خوذة أو معدات معطلة. الخطوة التانية بنتدخل فورا، اللي هو intervene، بنبلغ فريق أو الفريق أو المشرف، بنستخدم لغة بسيطة ومباشرة زي في خطر هنا لازم نوقف الشغل فورا. الخطوة التانية correct، حل المشكلة، بنتخذ إجراءات تصحيحية، بنركب أدوات أمان زي الدرابزين، بنصلح العطل في المعدات. الخطوة الرابعة بنوثق الحدث اللي هو الدوكمنت، بنكتب تقرير بيوضح إيه اللي حصل، إزاي اتعرفت على الخطر، الإجراءات اللي اتخذتها، الإجراءات اللي أنت أخدتها في الخطر ده. فولو اب اللي هو متابعة المشكلة. الموضوع بنأكد إن الخطر تم التعامل معاه بشكل كامل. بنشارك العاملين في معرفة السبب عشان يتجنبوا الموقف في المستقبل. أمثلة عملية لإيقاف العمل: الموقف الأول خطر السقوط من ارتفاع، لو شفت عامل شغال على ارتفاع بدون حزام أمان لازم توقف الشغل فورا. الإجراءات: وقف العمل، تأمين العامل بالحزام، بتستأنف الشغل بعد تصحيح الوضع. الموقف الثاني تسريب مادة كيميائية، أنا بضرب أمثال مواقف عشان خاطر تعرف إحنا بنحل المشكلة دي إزاي. لو لاحظت تسريب من ماسورة غاز، الإجراءات: بتوقف العمل في المنطقة، بتبعد الناس بسرعة، بتبلغ فريق الطوارئ وتعامل مع التسريب. المعايير اللي بتدعم سلطة إيقاف العمل: الأوشا إدارة السلامة والصحة المهنية، أصحاب العمل ملتزمين بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الأخطار، وبتلزم أصحاب العمل بتدريب العاملين على التعرف على المخاطر. الايزو 45001 إدارة السلامة والصحة المهنية بتأكد إن لكل عامل الحق في وقف العمل لو شاف خطر قدامه، وبتطالب بتدريب العاملين على إجراءات الوقاية. النيبوش بتعتبر إيقاف العمل جزء أساسي من عملية تقييم المخاطر والتحكم فيها. لو الشركة بتقول إن سلطة إيقاف العمل بتأخر الشغل، إزاي بتقنعهم؟ أول حاجة بنوضح إن التأخير البسيط بيمنع خسائر كبيرة. ممكن تقول للإدارة التأخير اللي بيحصل بسبب تصحيح مشكلة سلامة أقل بكتير من التأخير اللي هيحصل لو وقعت حادثة لا قدر الله. تخيل لو حصلت إصابة أو ضرر للمعدات، الشغل هيقف بالكامل لفترة أطول جدا وهتكون التكلفة أعلى. 2 بنستخدم أمثلة حقيقية: الشركات اللي تجاهلت المخاطر ودفعوا ثمن كبير بسبب حادثة، زي مثلا مثال بسيط: في شركة ما وقفتش العمل لما حصل تسريب كيميائي بسيط، النتيجة الانفجار اللي حصل بعدها
كلفهم ملايين وتعويضات ضخمة للعمال والمصابين. بتربط السلامة بالإنتاجية على مدى الطويل. ممكن توضح إن الحوادث بتأثر على معنوية العاملين وسرعتهم. مثلا لو عندي عامل بيشتغل وهو خايف من خطر موجود، هيشتغل ببطء، مش هيكون مركز خالص. لكن لو العامل حاسس إن الإدارة بتحميه، هيشتغل بكفاءة وسرعة. بعد كده بنعتمد ليهم، بنبين لهم ونوضح القوانين والمعايير الدولية. الأوشا بتقول إيه والأوزي 45001 بتقول إيه؟ بتقول إن القوانين بتلزم الشركات بسلطة إيقاف العمل، وتجاهلها ممكن يعرض الشركة لغرامات أو حتى الإغلاق. زي مثلا لو حصل حادثة والإدارة كانت عارفة بالمخاطر، الجهات الرقابية هتحمل الشركة المسؤولية كاملة. بتقدم لهم تقارير واضحة بالمخاطر اللي انت شفتها. لما بتشوف خطر في الموقع بتكتب تقرير شامل بيوضح الخطر والنتيجة لو ما اتعالجتش فورا. ممكن تقول لهم كمان انا مش بوقف الشغل بشكل عشوائي، لكن لو الخطر ده استمر ممكن يسبب كذا وكذا، لازم نوقف العمل لحد ما نصحح المشكلة. ابدأ بخطوات صغيرة لتطبيق الفكرة. لو الشركة مش مقتنعة بالكامل، اقترح تطبيق سلطة إيقاف العمل في مواقف معينة فقط كبداية. زي مثلا خلينا نطبقها في الحالات اللي فيها خطر واضح، زي العمل على ارتفاع بدون تأمين. ده مش هيأثر على الإنتاجية، لكنه هيضمن سلامة العمال. 7. بتشجع الإدارة على التفكير في السمعة. وضح إن الشركة اللي بتحافظ على سلامة العمال بتبني سمعة كويسة جدا في السوق. زي لو العملاء عرفوا إن شركتنا بتحمي العمال، بتلتزم بالسلامة، هيكون عندنا فرص شغل أكتر، لأن السلامة ميزة تنافسية. زي ما عودتكم إن يكون في آخر الفيديو نصيحة أخيرة، والنصيحة هي إن إيقاف العمل مش تقليل من الإنتاج، لكنه استثمار في حياة الناس وسلامة الموقع. سلامة فريقك بتبدأ بخطوة جريئة لإيقاف الخطر. ما تترددش إنك توقف الشغل لو شفت خطر بيهدد حياتك أو حياة زملائك. حافظ على هدوءك في النقاش مع الإدارة. ركز دايما على تقديم حلول بدل ما تعرض المشاكل فقط. اربط سلامة العمال بتحقيق أهداف الشركة عشان الإدارة تشوف الموضوع من منظور عملي ومربح. السلام عليكم.